بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. تحية لأبطال وبطلات قواتنا الذين يفطرون أروع ملاحم البطولة والعز والنصر والتحرير. تحية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. تحية وشكر للرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب على الدعم المقدم إلى قوات سوريا الديمقراطية. حضرات السيدات والسادة الحضور، بعد أن أكملنا مراحل عزل مدينة الرقة من جهاتها الثلاث الشمالية والشرقية والغربية، إننا اليوم أمام لحظة تاريخية انتظرناها وانتظرها جميع العالم والشعوب المحبة للسلام بفارغ الصبر، والتي تتمثل بالإعلان عن حملة تحرير مدينة الرقة والقضاء على عاصمة داعش المزعومة. بيان صادر عن قيادة قوات سوريا الديمقراطية بعد مقاومة طويلة وبطولية أدتها قواتنا والقوات المتحالفة معها ضد الإرهاب، وسطرت ملاحم البطولة والفداء بدءا من المقاومة التاريخية في كوباني، ومرورا بتحرير تل أبيض والهول والشدادي ومنبج، ووصولا إلى ريف دير الزور والرقة، وتحرير جميع القرى والبلدات والمناطق التابعة للرقة، وتحرير السدود والمنشآت الحيوية في المنطقة، وإخلاء وإنقاذ عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من براسل الإرهابيين ونقلهم إلى مناطق آمنة، وتأمين مستلزماتهم الحياتية. بإمكانياتنا الذاتية المحدودة نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين. نشارك في هذه المعركة التاريخية وحدات حماية الشعب.